السلام عليكم، ازيك؟ طبعا مش محتاج اقول لك ان انت ده الفيديو السكند فيديو بتاع الباست بيرفكت، ده الفيديو بتاع التريكس بتاع الماضي التام. مش محتاج اقول ان احنا مش هنفهم حاجه من الفيديو ده الا لما نكون مخلصين الاولاني. لازم تكون مخلص اول فيديو من فيديوهات الباست بيرفكت. مهم جدا جدا الكلام ده. فعلا مش تفهم حاجه الا لما تكون فاهم اصلا يعني ايه ماضي تام. فشوف الفيديو الاولاني لو ما كنتش شفته. خلاص يا مستر، يلا بسم الله، صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. الفيديو الاول قلت فيه ان الماضي التام ده عباره عن الزمن المسؤول عن ترتيب الاحداث في الماضي. انا برتب احداث في الماضي، كل اللي بعمله في حياتي في الماضي التام اني برتب احداث في الماضي. بقول ان كان فيه اكتر من حاجه حصلت في الماضي، القديم فيها بيكون ماضي تام والجديد بيكون ماضي بسيط. طيب سؤال رقم واحد او تركه رقم واحد مستر، ايه اللي يحصل لو كان عندي 3 احداث في الماضي؟ حد بيحكي لي حكايه عن 3 احداث، 4 احداث، 5 احداث. احنا كل الروابط اللي خدناها في الفيديو الاول كانت بتربط ما بين حدثين، افتر ماضي تام ماضي بسيط، بفور ماضي بسيط ماضي تام، وهكذا. الكلام اللي انت فاكره ده، ولو مش فاكره او مش عارفه لازم تشوف اول فيديو. لو بقى عندي 3 اكشنز او 4 اكشنز 5 اكشنز، اعمل ايه يا مستر؟ حاجه بسيطه قوي. القديم فيهم هيكون ماضي تام والباقي ماضي بسيط. تاني، القديم فيهم هيكون ماضي تام والباقي ماضي بسيط. يجي طالب شاطر يقول لي يا مستر طب ما كده خلاص، سواء كان عندي 2 اكشنز، سواء كان عندي حدثين في الماضي بس، قلنا الاول القديم ماضي تام والثاني ماضي بسيط. انت دلوقتي بتقول ان لو عندي 5 احداث، الاول القديم ماضي تام والباقي كله ماضي بسيط. طب ما دي يا مستر مش تركايه جديده او مش حاجه جديده. هي فعلا مش حاجه جديده. يبقى انت لو عندك 2 اكشنز 100 اكشنز، حدثين او 100، القديم بيكون ماضي تام والباقي كله يكون ماضي بسيط. طب يا مستر كده فين التركايه؟ مفيش اي تركايه ولا حاجه. هو مفيش تركايه في الانجليش نفسه، بس في تركايه في ان لما الاحداث بتكتر انت بتتلخبط. لما الاحداث بتكتر انت بتتلخبط، ما بتعرفش تحدد الماضي التام. يا مستر جربني، هقول لك اهو، احكي لك حكايه بالعربي حتى، وانت شاور لي على الاحداث. من الاحداث اللي بقولها دي شاور لي فين الماضي التام. امبارح انا اتصلت باحمد، ادي حدث، لانه زار اسوان قبل كده، طلبت منه يرشح لي فندق اقعد فيه. اقول تاني، اتصلت باحمد لانه زار اسوان قبل كده، طلبت منه يرشح لي فندق اقعد فيه. انت عندك 5 افعال هيكتبوا في الجمله دي، مين فيهم الماضي التام؟ طبعا في ناس دلوقتي حمار متهور بيقول ان اول حدث، الحدث القديم خالص ان انا اتصلت باحمد. هقولها اخر مره عشان تصحصح فين الماضي التام. اتصلت باحمد لانه زار الاقصر قبل كده، طلبت منه يرشح لي فندق اقعد فيه. اول حدث في الحكايه الطويله اللي فيها 5 احداث دي هو ان احمد زار الاقصر قبل كده. يبقى I called أحمد because he had visited Luxor before. I asked him to كذا 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 كذا. يبقى إذا لازم أركز في الحكاية فين الماضي التام لما الحكاية بتطول 3 4 5 6 أحداث. طيب امبارح رجعت من البيت، رجعت من السفر سوري، فتحت باب الشقة، دي كلها أكشنز أهي. رجعت من السفر، فتحت باب الشقة، اتخضيت عشان اكتشفت إن الشقة اتسرقت. فين الحدث رقم 1؟ فين الماضي التام؟ أقول تاني، رجعت من السفر، فتحت باب الشقة، اتخضيت عشان اكتشفت ان الشقة اتسرقت. رجعت من السفر ده اول حدث؟ لا خالص. الماضي التام هنا هو كلمة الشقة اتسرقت. تاني، when I went back home I was shocked because I realized مثلا that، لا احنا كده لخبطنا الجملة. when I went back home I opened the door I was shocked because I realized that someone had robbed my flat. الماضي التام had robbed اهو. الحدث القديم خالص هو اخر واحد انا قلته. يبقى اذا في حاجه مهمه، مش لازم اول حدث انا قلته او اول حدث موجود في الجمله هو اللي يكون الماضي التام. الماضي التام ممكن يكون اي حاجه في النص او في الاخر. اهم حاجه ان هو يكون ترتيب الازمنه او ترتيب الاحداث هو اقدم حدث. مهم جدا 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 الكلام ده. يبقى بعد اذنك لما تلاقي عندك 3 4 5 6 7 افعال في الجمله، ركز في ترتيب الحكايه فقط عشان دي الحاجه الوحيده اللي بتحدد الماضي التام. تاني حاجه هقولها في الجزئيه دي، لما الاحداث بتكتر عن 2 بيبقوا 3 او 4 او 5 ولا كانك شايف الروابط. تاني كده، ولا كانك شايف الروابط. يعني ايه يا مستر؟ يعني ولا ليها لازمه ولا بقت روابط ولا ليها قواعد اصلا. مستر انت قلت لي من زمان، او قلت لي من اول فيديو بتاع الباست بيرفكت، ماشي، قلت لي ان عندي مثلا حاجه اسمها افتر بيجي بعدها ماضي تام باست بيرفكت had will be، والناحيه الثانيه ماضي بسيط. ماشي، تعال نتكلم.
المثال اللي قلته من شويه هقول لك مثلا بعد ما رجعت من السفر. After I went back home I opened the door of the flat and there I realized that my flat had been robbed. الكلام ده مهم جدا جدا جدا، ركز معايا. احنا اتفقنا في الماضي التام. الماضي التام كان ان انا بعد ما رجعت باب من السفر وفتحت باب الشقه اتخضيت عشان اكتشفت ان الشقه اتسرقت، كان اهو الماضي التام هاد بين روب. طبعا ده ماضي تام مبني للمجهول كمان. صح لده. مستر احنا هنا في كارثه. احنا في كارثه فعلا، او مش في كارثه، انت فاكرها كارثه انما هي مش كارثه. ان انا المفروض عندي هنا مين؟ افتر، وانت لسه كاتب لي فوق ان افتر بيجي بعدها ماضي ايه؟ ماضي تام. مستر ده مش ماضي تام، ده ماضي بسيط. ما هو ده اللي بحاول اقوله من بدري، ان انا بسمع كلام الروابط دي، بسمع كلام افتر واحط بعدها ماضي تام في حاله ان هي بتربط ما بين حدثين فقط. بقوا 3 بقوا 4 بقوا 5، طز في افتر، طز في اي رابط تاني. يعني اذا لو الاحداث كترت بالشكل ده، رجعت البيت وفتحت الباب واتخضيت عشان اكتشفت ان الشقه اتسرقت، 5 احداث، 3 4 5 6 100. لو الاحداث كترت بالشكل ده ولا كاني شايف الرابط، ملهاش لازمه. افتر هنا افتر وغيرها ملهاش لازمه. الفيصل الوحيد في تحديد الماضي التام هو الحكايه وترتيبها. رتب حكايتك، شوف مين القديم هيكون ماضي تام والجديد هيكون ماضي بسيط. دي اول حاجه عايز اقولها في تركات الماضي التام. نطلع من الرغي الكتير ده بايه؟ ان لو الاحداث كترت عن حدثين، بقوا 3 بقوا 4 بقوا 5، برتب الحكايه، بشوف طبقا لترتيب الحكايه فين الماضي التام هو اقدم واحد. وحاجه ثانيه مهمه جدا جدا، لو الاحداث كترت عن 2 بقت 3 4 5 6 ايا كان، ولا كاني شايف الروابط اصلا، ما بقوش رابط، بقت كلمات عاديه موجوده في الجمله بتديني معنى عادي. اتمنى تكون واضحه، وانا عارف انك شاطر وذكي وان شاء الله هتكون واضحه. كمل معايا. تاني حاجه، خلاص يا مستر انت قلت لنا ان افتر هيجي بعدها ماضي تام لما يجي بعدها ماضي بسيط وتكون بتربط ما بين حدثين. تعال اما انكد عليك شويه، معلش شويه نكد كده صغيرين ما يضروش يعني. افتر ماضي بسيط، ماضي بسيط. هو فعلا نكد يا مستر، هو فعلا نكد عشان انت خلاص خليتني رتبت احداثي من شويه، او رتبت دماغي من شويه، وقلت لو كترت الاحداث مش هسمع كلام افتر، ولو 2 بس هسمع كلام افتر ويكون بعدها ماضي تام. صح. وهنا ما بقولش حاجه جديده على فكره. فهمنا مستر يعني ايه ما بتقولش حاجه جديده؟ ما هي انت بتقول افتر بعدها ماضي بسيط طبعا، وبيفور هيكون بعدها ماضي بسيط والناحيه الثانيه تام، وممكن تحط ماضي بسيط. لا واحده واحده عشان باظت مني. ايه اللي هيحصل يا مستر؟ بكل بساطه، اول جمله واول معلومه قلتها في فيديو الماضي التام، شرح الماضي التام الفيديو اللي قبل ده، قلت ان الماضي التام في الاصل عباره عن ماضي بسيط، وهم بنفس الطبيعه ونفس الاستخدام. الاثنين بيعبروا عن فعل بدا في الماضي وانتهى في الماضي. تاني، الماضي التام في الاصل عباره عن ماضي بسيط، الماضي التام في الاصل عباره عن ماضي بسيط. وبكل بساطه انا ما غيرتش كلامي هنا. ما انت مثلا غيرت كلامك وقلت ان افتر بيجي بعدها ماضي بسيط، عادي جدا. انت عينك بعد افتر هتدور على ماضي تام. احنا على القاعده القديمه على فكره، ان عينك بعد افتر هتدور على ماضي تام. سيادتك ما لقيتش ماضي تام هتحط ماضي بسيط بس كده. طب لقيت الاثنين يا مستر، حط التام حط الاصل. يبقى انا ما غيرتش كلام، انا زودت بس معلومه صغيره مبنيه على انك ما تلاقيش التام. افتر بعدها ماضي تام، ما لقيتش ماضي تام حط ماضي بسيط. يعني يا مستر اديني مثال. هديك مثال. حد فاكر كنا في الفيديو الاول كاتبين مثال هنا كده كان عباره عن فار تجارب. هقول اهو after I had eaten I went out. بعد ما اكلت خرجت. المثال ده صح بنسبه 100%. طب انا راجل بدور في الجمله بتاعتي، بدور في الاختيارات بتاعتي بعد افتر انا عايز احط هاد ايتن، عايز احط ماضي تام، ما لقيتهاش. تعمل ايه؟ هتروح مختار. الجمله هتكون كده after I ate، تصريف تاني ماضي بسيط، after I ate I went out. ودي صح 100%. يبقى انا ما قلتش كلام غريب ولا قلت كلام زياده. انا كل اللي قلته ان انت عندك افتر وانت حافظ ان بيجي بعدها ماضي تام، ما لقيتش ماضي تام حط ماضي بسيط. ودي تاني تركايه.
ان اي ماضي تام، خد بالك بقى، انا مش بتكلم على افتر بس، بتكلم على افتر وبيفور، واي رابط خدناه في ماضي تام يمكن استبدال الماضي التام بماضي بسيط. بتدور على هاد والبي ما لقيتهمش، حط ماضي بسيط تصريف تاني للفعل. اي رابط، بس خد بالك من حاجه مهمه برضه، خد بالك من حاجه مهمه. الكلام كله على الحدث رقم 1 القديم، ده اللي في الاصل تام، ولو ما لقيناش تام بنحط ايه؟ بسيط. ولكن ده حدث رقم 2 الجديد، ده ما حدش جاب سيرته في حاجه، ده مسكين بسيط بس، ده مستحيل يبقى ماضي تام. الحدث رقم 2 مستحيل يبقى ماضي تام. بعد اذنك بعد ما تحفظ الرابط وانت بتحل جمله الماضي التام اديها ال 20 ثانيه بتوعها، رتب الاحداث طبقا لفكرك، رتب الاحداث طبقا لدماغك، ايه اللي حصل الاول، ايه اللي حصل الثاني، الموضوع هيبقى سهل جدا جدا. ثالث تركايه في الماضي التام، احنا بقالنا فيديوهين شغالين الماضي التام اهو. عايز اسالك سؤال وانا متاكد انك هتجاوب صح. من خبرتك مع الزمن ده، مع الماضي التام بالروابط الكتير والقواعد الكتير اللي خدناها دي، ايه الاقوى واللي بيتحكم في ظهور الماضي التام؟ الروابط بتاعته افتر واس سون از وبيفور والحاجات دي كلها، ولا فكره ترتيب الاحداث؟ انا متاكد ان اجابتك دلوقتي كانت فكره ترتيب الاحداث. طب ليه فكره ترتيب الاحداث مش الروابط؟ ليه الاقوى هو ترتيب الاحداث مش الروابط نفسها؟ لان مستر الروابط نفسها من شويه انت قلت لي ان افتر ملهاش لازمه، افتر وغيرها مالهمش لازمه، لو الاحداث كترت عن حدثين بقوا 3 4 5. ومن شويه افتر اللي انا حاطط في دماغي وحاطط في بطني بطيخه صيفي زي ما بيقولوا ان بيجي بعدها ماضي تام، طلع ان ممكن اكنسل الماضي التام واحط مكانه ماضي بسيط. يعني الروابط مش نازله من السماء، بتتغير بتتضرب عادي، انما الفكره الثابته في استخدام الماضي التام او ظهور الماضي التام عندي هو ترتيب الاحداث. حدث قديم بيكون ماضي تام، حدث جديد ماضي بسيط. عايز تقول يا مستر، عايز اقول لك انك ممكن بعد ما تحفظ الروابط دي كلها الماضي التام يظهر من غيرها. ايه؟ الماضي التام يظهر من غيرها؟ لو في ترتيب احداث، من غير افتر، من غير بيفور، من غير اس از، من غير الكلام ده كله، طبعا عادي جدا. تعالى خد المثال ده. هقول لك مثلا I ate the cake that my mother had made. ولا عندي افتر ولا عندي بيفور ولا عندي as soon as ولا عندي اي رابط من روابط الماضي التام، وقلت انا اكلت الكيكه اللي ماما عملتها. ايه اللي حصل الاول؟ ماما عملتها، ده حدث رقم 1 القديم فحطيته ماضي تام، وكلتها حدث رقم 2. ممكن امثل مثال تاني؟ ممكن قوي، عينيا. The doctor removed the bandage that he had put. رحت للدكتور شال لي الضماده اللازقه، الشاش اللي حطوه لي قبل كده. ايه اللي حصل الاول؟ الراجل ده لزق لي الباندج قبل كده، بعد كده هو شالها. ايه اللي حصل الاول؟ اهي لزق الباندج ده القديم، بعد كده شالها. هقول لك مثلا حاجه تانية، تعالى. he didn't watch the movie with us because he had watched it before. حد يقول لي مثلا ما انا عارف، ما مكتوب في كتاب مش عارف ايه ان because بيجي بعدها ماضي تام. باشا because دي ممكن يجي بعدها ماضي تام، ممكن ماضي بسيط، ممكن ماضي تام مستمر، ممكن مضارع تام، ممكن مضارع تام مستمر، ممكن مستقبل مستمر، ممكن مستقبل تام. فبعد اذنك ما فيش حاجه اسمها ان because بتتحكم في ازمنه. اصلا because رابط سبب ونتيجه مش رابط ازمنه، فعلى حسب المعنى. ما تاخدش الكلام بتاع because بيجي بعدها زمن كذا، because ما بيجيش بعدها زمن كذا، because بيجي بعدها اللي يجي على حسب المعنى. طب هنا اللي بيحصل، ما رضيش يتفرج على الفيلم معانا لانه شافه قبل كده. ايه اللي حصل الاول؟ because he had watched it، شافه قبل كده. يعني اذا زي ما تلاحظ هنا ما عنديش هنا اي رابط من روابط الماضي التام، ما عنديش هنا اي رابط من روابط الماضي التام، ما عنديش هنا اي رابط من روابط الماضي التام، ولكن ظهر الماضي التام بسبب ظهور فكره ترتيب الاحداث. الماضي التام من الازمنه المهمه جدا جدا جدا، من الازمنه اللي مليانه تفاصيل،
مليانه روابط كتير جدا جدا، احفظها. انت هتلاقي عندك بقى في البي دي اف اللي هعمل له ابلود على المنصه، مش على يوتيوب، البي دي اف هيكون على المنصه، هيتعمل له ابلود. هتلاقي بقى حاجات زي مثلا افتر بتساوي بفور ذات، ومش عارف افتر ذات بتساوي بفور، وهكذا شويه حاجات كده، وسنس ذن مش عارف ايه. كل دي حاجات مجرد حفظ ما فيهاش اي مشكله، ولكن اساسيات الدرس ده انت فهمتها لو انت ركزت في الفيديوهين اللي فات والفيديو ده. الماضي التام زمن مهم جدا جدا، مليان روابط، بحفظ الروابط. قبل ما بحفظ الروابط لازم اصلا اكون فاهم يعني ايه ماضي تام. الماضي التام في طبيعته هو زي الماضي البسيط بالظبط، ولكنه مسؤول عن ترتيب احداث في الماضي، حدثين او اكتر في الماضي. القديم بيكون ماضي تام والجديد بيكون ماضي بسيط. التركات دي مهمه جدا جدا جدا. التركات الثلاث افكار اللي انا قلتهم النهارده دول، اللي قلتهم في الفيديو دول، مليين امتحانات ثانويه عامه في السنين اللي فاتت، فاتمنى تركز فيهم جدا جدا جدا. حبايبي ربنا معاكم، ربنا يوفقكم يا رب. وكالعاده لازم اقفل بالجمله دي، معلش اتمنى ما تكونش زهقت منها او بقت حاجه مبتذله بالنسبه لك وتحس انها شعارات واي كلام بيتقال. والله ابدا، والله هتفهم ده لما تكبر شويه. كل حاجه عظيمه هتحققها في حياتك اولها ايام زي دي، محتاجه صبر ومحتاجه تقل كده، ومحتاجه ان انا احط هدفي قدام عيني واسعى له. السلام عليكم.